السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في أحداث الفيلم جديد. فوزي الفيشاوي، إلهام شاهين، بيولانتي عبد الحميد، وعبد المنعم إبراهيم. الفيلم اسمه الهانم بالنيابة عن مين. طبعا أول مرة تسمعوا الاسم وأول مرة تشوفوا الفيلم. فيلم نقول إيه، مش عارف أصنفه، لا هو جنس ولا في سياسة ولا في أي حاجة، ومع ذلك كان محطوط في العلب. طب محطوط في العلب بناء على إيه؟ هل لشخص او مكيده في شخص معين في الفيلم؟ انا اعتقد ويعني بنسبه 99% في شخصيه بريلانتي عبد الحميد. هنتكلم عليها في الاخر. كانت دي اخت فؤاد فيشاوي. فؤاد فيشاوي موظف عادي خالص، ساب المهنه وشغل مدرب كوره. هشوف اخته بتتعاكس في اول الفيلم كده، ينزل يعمل له خناقه كده، حته بنطه كده في اول الفيلم، خناقه. هو محبوب جدا في بلده او في منطقته. هنا بينادي عبد الحميد واحده طموحه جدا، بس يعني بكافه الطرق والاساليب بتوصل للشهرة ونفسها توصل لمجلس الشعب. جوزها عبد المنعم ابراهيم قايم بشخصيه غريبه جدا. يعني مش عارف، مراته معانا بيلانتي ومع ذلك بيحب نظام الخدامين، وما عنده الخدامه عزيزه راشد. مش عارف يعني ايه النظام ده، مش فاهم. بنتهم إلهام شاهين طول الفيلم هي بتحب مين؟ فؤاد فيشاوي. فؤاد فيشاوي هيخش طبعا الاسم عشان خاطر الواد اللي ضربه وياخد كام يوم. هتساعده بيولانتي بعد كده هتبقى حبيبته بقى وبتاع، وهيساعدها في الانتخابات مساعدة جامدة عشان يقف جنبها في الانتخابات، وهي كانت نفسها في كده. المهم هو هينضم لها هيبقى تحت طوعها وكده، ويشتغل معاها في شويه حاجات، لكنه هيكتشف فيما بعد ان هي بتشتغل شغل غلط، فهيتوعدها ويقول لها انه هيفضحها وكده في في البلد. فعلا فضحها وفعلا قال للناس كلها على الموضوع ده. في المقابل كان بيحب الهام شاهين. الهام شاهين طبعا الهام مش راضيين، اتجوزته جوازه كده في السر، اجرت شقه مفروشه وقعدت فيها، وابوها هيطب عليهم، ولما عرف انهم متجوزين خلاص هيسكت. حاجه غريبه طبعا رد الفعل بتاع ابوهم يعني. طبعا لما فاروق الفيشاوي يفضح بيلانتي، هتبقى نفسها تتم منه، هتجيلها على الطبطاب بان ايه، جوز عزيزه راشد هيخش على عبد المنعم ابراهيم وهو مع مراته، وهيقتله بالسكينه، وهتقول له ايه، اهرب بسرعه من هنا، وتليه وتقول وتخش تغير هدومها وتلبس لبس بيت، وتقتل جوزها، وتلبس التهم لمين؟ لفاروق الفيشاوي. طبعا وهتخلي الراجل ومراته عزيزة دول يهربوا. هتدور بقى احداث الفيلم بعد كده، هل هيكتشفها؟ هل هيكتشف الحقيقه ولا لا؟ ده اللي هتشوفوه، لان النهايه هتكون صادمه بالنسبه لكم، او النهايه مش هتعجبكم، اللي هي النهايه المفتوحه دي انا ما بحبهاش. منين مفتوحه ومنين هتشوفوا يعني رد فعل تاني من الشرطه لما تقبض على ايه، القاتل الاصلي. فيلم قصته كده، القفله بتاعته ما عجبتنيش بصراحه، قفله مش ظريفه يعني. الفيلم ده بقى طبعا هنقعد نتساءل كلنا، ليه الفيلم ده اتمنع من العرض، او ليه الفيلم ده اتشال؟ يعني في ايه، يعني في ايه في الفيلم يخليه يتشال يعني؟ طبعا الحل الوحيد او السبب الوحيد اللي انا شايفه هي شخص بيولانتي عبد الحميد، لانها طبعا شخصيه سياسيه، مش سياسيه طبعا، كانت متجوزه المشير قبل كده ولها قصص وانا حاجات كتير جدا مع رئاسه وبتاع، وكانوا حاجبينها عن الظهور. الا انها لما ظهرت في الفيلم ده، اعتقد ان هو ده الحاجه الوحيده اللي تدل او تنم على ان الفيلم يعني اترفض او اتشال في العلب، ومن ضمن الافلام اللي احنا بنعرضها في القضيه. ده التفسير الوحيد او التفسير اللي يعني المقبول لدي ولدى الجميع على ما اعتقد. يعني اللي يشوف الفيلم هيعتقد كده، يعني مفيش حل تاني خالص، لان لا في مشاهد جنسيه ولا في مشاهد غير جنسيه، يعني حاجه خايبه كده الهام شاهين وبتاع، لكن مفيش اي حاجه فيه. والقضيه قضيه عاديه جدا. ايه السبب؟ عرفونا ايه السبب. انتوا فين يا حكومه؟ انتوا فين وفين حقنا؟ شكرا جزيلا لكم يا جماعه، وارجو ان ينال الفيلم اعجابكم. وشكرا لكم، مع تحياتي، وسهره سعيده مع احداث الفيلم.